حياتنا عبارة عن تفاعلات معقدة، وساعات بنحس إننا تايهين ومش فاهمين قواعد اللعبة ماشية إزاي. في الشرح ده هنكشف عن 6 قوانين قوية جدا، قوانين حكمت الديناميكيات الاجتماعية على مر العصور، وهنشوف إزاي ممكن تكون زي أدوات نستخدمها عشان نفهم العالم اللي حوالينا بشكل أعمق بكتير. خلينا نبدأ بالتشجيه القوي ده. المعرفة اللي هنتكلم عنها النهاردة عاملة زي السيف بالظبط، ليها حدين، ممكن تبقى درع بيحمي وممكن تبقى سلاح بيأذي. القرار في النهاية بيكون في إيد اللي بيستخدمها، وعشان كده الحكمة والمسؤولية هم مفتاح الاستخدام الصح. طيب، أول محور هنتكلم فيه هو أهمية التحكم في الطريقة اللي الناس بتشوف بيها أفعالنا وأفكارنا. السمعة والانطباع هم عملة التعامل الأساسية في عالمنا. هنا بقى بنقابل أول مفارقة استراتيجية، يعني إزاي نقدر نخطف الأنظار ونكون مميزين وفي نفس الوقت نندمج مع الناس من غير ما نستفزهم أو نظهر كأننا غرباء عنهم. القانونين دول بيقدموا إجابة للمعادلة الصعبة دي. عشان نفهم فكرة المشاهد المبهرة دي، تعالوا نرجع بالزمن لبرلين في فترة 1780. هناك هنلاقي قصة دكتور اسمه فايزليندر اللي استخدم العروض المذهلة عشان يخلق حوالين نفسه هالة من القدرة على الشفاء الخارق. سر نجاح الدكتور فايزل ليدر كان في فهمه العميق للنفس البشرية. هو أدرك إن الناس مش دايماً بتدور على براهين علمية، لأ، أحياناً كل اللي بيكونوا محتاجينه هو حاجة يأمنوا بيها وبس. فبكل بساطة حول مصنع قديم لمسرح علاجي، وبدأ يستقبل الحالات اللي الطب يئس منها، وشوية طقوس غامضة وبسيطة تحت ضوء القمر خلق عرض مبهر أقنع بيه الناس إنه بيمتلك قدرات خارقة. ودلوقتي خلينا ننتقل للمبدأ المعاكس تماماً. قصة راجل عظيم فشل ودمر نفسه، مش عشان كان ضعيف لأ، لكن لأنه أظهر اختلافه وتمرده على عادات مجتمعه بشكل علني ومستفز. قصة باوسانيوس دي درس قاسي جدا بيورينا إن ازدراء ثقافة مجتمعك ممكن يكون ثمنه غالي قوي. البطل القومي ده بعد ما انتصر اتبنى عادات أعدائه وبدأ يحتقر تقاليد شعبه، والنتيجة الكل اتقلب ضده، جنوده، حلفائه، وحتى بلده. نهايته كانت وحيدة ومأساوية، متروك يموت من الجوع في معبد كان المفروض إنه يحميه. المحور الثاني بيركز على الانتقال من مجرد الملاحظة السلبية للتفاعل النشط والصراع الاستراتيجي. إزاي ندير المواجهات لصالحنا؟ المبدأ هنا بسيط وفعال جدا. العصبية والغضب أخطاء استراتيجية قاتلة، عشان كده لازم دائما نحافظ على هدوءنا، وفي نفس الوقت نحاول نستفز الخصم عشان هو اللي يفقد أعصابه ويتصرف بتهور. المشهد ده حصل سنة 1809. نابليون رجع باريس وهو في قمة غضبه بعد ما سمع إشاعات إن وزير خارجيته تاليران ووزير الشرطة بيتأمروا عليه عشان يتيحوا بيه من على العرش. المشهد كان عبقري. تخيلوا نابليون الإمبراطور بيثور زي البركان، بيصرخ ويهدد، وفي المقابل تاليران واقف بمنتهى البرود وكأنه بيتفرج على مسرحية مملة. هدوء تاليران المستفز ده كان هو أقوى سلاح، لأنه خلى غضب نابليون يبان كضعف وفقدان للسيطرة. النتيجة كانت كارثية على نابليون. تاليران اللي هو بنفسه زرع إشاعة المؤامرة دي عشان يستفز نابليون خرج من الاجتماع وهو المنتصر، وبكلمته الأخيرة دي كسب احترام باقي الوزراء اللي شافوا انفعال نابليون غير المبرر. اللحظة دي كانت زي ما قال تاليران نفسه بداية النهاية للإمبراطور. دي استراتيجية جراحية دقيقة جداً. بدل ما نضيع طاقتنا في محاربة المشاكل الفرعية والأعراض، الأفضل نركز على مصدر المشكلة نفسه. في أي مجموعة مضطربة غالباً بيكون في شخص واحد هو المحرك الأساسي. لو قدرنا نعزل الراعي ده، القطيع كله هيتفرق ويفقد قوته. الأثينيون القدماء كان عندهم حل عبقري للمبدأ ده، قانون النفي. تخيلوا، كل سنة المواطنين يصوتوا على الشخص اللي بيعتبروه أكبر تهديد لاستقرار المدينة. لو شخص أخذ أصوات كافية بيتم نفيه. دي كانت طريقتهم الذكية عشان يضربوا الراعي قبل ما يسبب انقسام لا يمكن إصلاحه في المجتمع. المحور الأخير معانا بيركز على الاستراتيجيات طويلة الأمد. إزاي نبني استقرار وقيمة ونتعامل مع ظل الماضي اللي ممكن يطاردنا. القاعدة دي بتحذرنا من وهم الغذاء المجاني، لأنه دايماً ليه تمن خفي. وهنا بنشوف 4 شخصيات بتدمر نفسها. الجشع اللي بيشوف الناس مجرد أرقام وفي الآخر بيخسرهم كلهم. ماهوش الصفقات اللي بيركز على السعر الرخيص لدرجة إنه بيضيع القيمة الحقيقية. السادي اللي بيستخدم العطاء كوسيلة للتحكم في الآخرين. وأخيراً المانح العشوائي اللي كرمه المبالغ فيه بيخليه فريسة سهلة. الدرس هنا واضح، الكرم الحقيقي لازم يكون استراتيجي ومدروس.
النقطة دي في منتهى الأهمية. إن الشخص يجي بعد شخصية أسطورية يعتبر تحدي ضخم جدا. الخطر الأكبر هو إنه يضيع في ظل الشخصية دي، وكل خطوة يعملها هتتقارن باللي قبله، وغالبا المقارنة مش هتكون في صالحه أبدا. المثال ده بيوضح الفكرة بشكل عبقري. لويس الرابع عشر كان الملك الشمس، بنى فرنسا قوية ومهيبة. لكن اللي جم بعده لويس الخامس عشر والسادس عشر كانوا مدلعين وفشلوا في بناء إرثهم الخاص. عاشوا على أمجاد اللي قبلهم وانغمسوا في الملذات، والنتيجة كانت تدهور فرنسا وقيام الثورة ونهاية مأساوية للملكية نفسها تحت حد المقصل. بعد ما استعرضنا كل القوانين الاستراتيجية دي، محتاجين ناخد خطوة لورا ونفكر في الهدف النهائي من كل ده. السؤال المهم اللي لازم نسأله، طيب وبعدين؟ بعد ما الشخص يتقن كل ألعاب القوة والنفوذ، إيه هي الغاية النهائية من كل ده؟ الإجابة بتبدأ من هنا. السعي لرضا كل الناس هو سعي محكوم عليه بالفشل. مهما عملنا دايما هنلاقي اللي بينتقدنا أو اللي مش راضي عننا. دي حقيقة بشرية. الأبيات دي بتقدم الإجابة النهائية. بعد كل قوانين القوة والسلطة، بتوضح إن الرضا الحقيقي مش في كسب رضا الناس أو السيطرة عليهم. الرضا الحقيقي بيجي من علاقة أعمق وأسمى. لو العلاقة دي سليمة وصحيحة، فكل صراعات الدنيا بتهون. لأنه في النهاية، زي ما الأبيات بتقول: وكل الذي فوق التراب ترابه.